عمرك حسيت إنك مش عارف تتحكم في الأكل؟ تفتح التلاجة مش علشان جعان، لكن علشان موجوع أو حاسس بفراغ أو متضايق، وبتلوم نفسك بعد كده أنا ضعيف، أنا فاشل، مع إحساس الذنب اللي بيوجع، وتقول لنفسك ليه مش عارف أتحكم؟ ليه ما عنديش إرادة؟ ليه مش قادر أقول لأ؟ الحقيقة أنت مش ضعيف ولا مشكلتك في إرادتك، أنت موجوع وجسمك ومشاعرك المكتومة بيتكلموا معاك بلغة الأكل. الأكل العاطفي مش مشكلة أكل، دي طريقة جسمك بيتعامل بيها لما تحس بمشاعر زي التوتر أو الحزن أو الزهق أو الفراغ أو الوحدة، وبيديلك حاجة ناقصة، زي بيطبطب عليك أو يونسك أو يطمنك أو يديلك أمان. بس بدل ما بنشتغل على نفسنا واحتياج مشاعرنا، بنروح نتحكم في الأكل. هل يعقل؟ في ورشة الأكل العاطفي مش هتسمع كلام عن سعرات أو ميزان أكل أو دايت أو إرادة، علشان أنت حافظ كل أنواع الدايت أكتر مني. إحنا هنساعدك. في ورشة الأكل العاطفي هتساعدك تفهم إيه اللي بيحصل في حياتك، ليه بقالي سنين في الدايت، ليه حتى لو أنا عامل تكميم أو تحويل مسار ليه برضه بيحصل تخن تاني، ليه بشوف في جروبات التكميم كله بيرجع بعد سنة. هنا هتفهم أصل مشكلتك ونشتغل على الجذور بجد. هتساعدك تفهم 7 أنواع الجوع وإزاي تتعامل مع كل نوع جوع، زي جوع اللمة والجوع الهرموني الشهري والجوع التغذوي والجوع العاطفي وكذا نوع جوع تاني. هتساعدك تتعلم إزاي أكون مبسوط بره التلاجة وبره الشوكولاتة. هتتعلم الأكل الواعي ومقياس الجوع والشبع ومبادئ التغذية الحدثية، ودول أهم مدرستين في علاقتك مع الطعام في الأكل العاطفي واضطرابات الطعام. لأن طبعًا ورق الدايت بيزوّد الأكل العاطفي. هاتعلّم إزاي أحب نفسي بجد، وأعمل إيه علشان ده، وإزاي أبني قيمي، وإزاي أبني الاستحقاقية، وأكون مهم، وأقدر أقول لأ. هاتعلّم إزاي أتعامل مع الانتكاسة، وأتعامل إزاي مع مشاعر الذنب وجلد الذات، وأطلع من الدايرة دي. هتتعلّم شغل تنظيم المشاعر بالكامل، من أول يعني إيه مشاعر، وإزاي أسميها، وأميز كل شعور وجاي يقول لي إيه، وإيه الاحتياج كمان بتاع كل شعور، وإزاي أعبّر عنه، وأشتغل على كل شعور إزاي. هاتعلم أتواصل مع الطرف الآخر إزاي، وألبي احتياجاتي زي الأمان والونس والتقدير والحب. وهاتعلم كمان لغات الحب ال5 وإزاي أطلب كل احتياجاتي من الطرف الآخر، علشان طبعًا كل شعور مكتوم جوايا وكل احتياج مش مُلبّأ بيتحول لجوع وcraving وعاوزة حلويات دلوقتي. هنشتغل على علاقتك مع جسمك وإزاي أفهمه، وليه أوقات مش باحبه ومستاءة منه، وليه أوقات لمّا أبُص على المراية على حِتَت في جسمي أروح أطلّع هَم في الأكل وأغضب منه. وهنشتغل إزاي أتقبّل جسمي وأحبه وأعتني بيه، وده مهم جدًا لأن ما حدش بيعمل حاجة حلوة لحد مش بيحبه. هنتعلم إزاي نتعامل مع الاسترس والتوتر. هنتعلم 2 أداة مهمة في شغل الاسترس والتوتر، وهنتعلم هرم احتياجاتنا وإزاي نلبيه، علشان ده برنامج تغيير شامل بيعالج أصل المشكلة من الجذور، وهيساعدك جدًا مع أطفالك ومشاعر أطفالك وتحميهم من الأكل العاطفي. وكمان عاملين جروب آمن مريح نفسي في بيئة آمنة للمشاركة اليومية على الحاجات اللي إحنا بنتعلمها، علشان البرنامج ده مش ورقة دايت، ده رحلة تعافي نفسي وسلوكي. أيًا كان وزنك ما لهاش علاقة بوزنك، حتى لو خسيت ما دام أنا عندي المشكلة دي بتفضل جوايا مش بتروح. المهم يا بطل تكون مستعد تتغير بجد. لو حسيت إن الكلام لمسك وجاهز بجد تتغير، فأهلًا بيك في رحلة التعافي من الأكل العاطفي. علشان كده البرنامج 3 شهور، 24 محاضرة، 36 ساعة، برنامج بجد مكثف. الأكل العاطفي مش بيتعالج في سيشن أو محاضرة أو خُد أحلى 5 نُقط، هاكون كدّاب معاك. ده تغيير شامل، تغيير من الجذور بجد. وكمان مع الورشة أنت ليك مكالمة سيشن private خاصة بيك لعمل نظام تغذية مناسب مع الأكل العاطفي. يعني مش هاسيبك برضه، ولو طبّقت كل الكلام اللي في الورشة جسمك هينزل وهيخس، بس نخس بجد وبصحة من غير رجوع للوزن تاني.